ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو اول مره تشوفوني، انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، تشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش الكومنت القمر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأمانة بيني وبينك ليوم الدين، لو عليكي صلاة دلوقتي وقفي الفيديو وصلي، وبعد كده كملي مشاهدة الفيديو تاني. ويلا بينا نبدأ الفيديو، نقول بسم الله. وكمان بالله عليكم ما تنسوش تدعوا لكل اخواتي وبناتي وحبايبي اللي نفسهم في نونو صغير، ربنا يقر عينيهم بالذريه الصالحه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. انتوا كل من قال امين يا رب العالمين. يلا بقى بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. عنوان فيديو النهاردة: ازاي بتحصل الديون. طيب، انا واحدة يا ياسمين بشتغل وزوجي بيشتغل، ومع ذلك بنستلف، مع ذلك القبض مش بيكفي، مديونة على طول، مديونة على طول عليا، على طول بسد، باخد القبض من هنا بقعد اسد من هنا، ومش بسد مثلا في جمعيات، لا بسد فلوس انا اوريدي استلفتها وصرفتها. طيب، هناخد الموضوع تدريجي خطوة بخطوة. ازاي الديون دي اصلا بتحصل؟ الديون دي يا بنات دي بتحصل ليه؟ اللهم صل على النبي. بيكون معدل الانفاق اكبر من معدل الدخل. بمعنى لو انت زوجك مثلا بيقبض سي 10 جنيه، انت بتصرفي 12 جنيه، اصبح ان في 2 جنيه زيادة فوق دخل زوجك. ال2 جنيه زيادة دول بيجوا ازاي؟ انت مثلا بتميلي على صاحبتك مثلا، سلفيه مثلا 200 جنيه محتاجاهم، اختك، جارتك، زميلتك، اي حد، تميلي على اي حد وتستلفي منه. اصبح كده في عجز، اصبح انت مطالبه بال2 جنيه دول ان انت تسديهم الشهر اللي بعده من المرتب الجديد. اصبح بدل ما يبقى معاكي ال10 جنيه كامله في المرتب الجديد، بقى معاكي 8 جنيه، وانت اوريدي انفاقك 12 جنيه، ففي 4 جنيه هيبقى فائض، فتقعدي تستلفيهم وهكذا. هي دي الدايره اللي بنقعد نلف فيها نلف فيها نلف فيها، ومش هنعرف نخرج منها. طالما حطيتي نفسك في دايره الديون، في دايره السلف، صدقيني صدقيني والله والله وعن تجربه من اصدقاء كتير قوي، من صحابي وزمايلي وناس اعرفهم، وقعوا نفسهم في دايره القروض، في دايرة السلف، في دايرة الديون. كل ده وقعوا فيه بسبب ايه؟ فيز المشتريات والحاجات دي كلها. بسبب ايه؟ بسبب ان هما البداية كانت غلط. انا عارفة دخل زوجي دخله 10 جنيه او 10 قروش، مش هصرف اصلا ال10 قروش كلهم، لازم يبقى في حاجة اسمها بند ادخار في الفلوس دي. انا باخد 10 قروش، لا ده انا هصرف 8 قروش وهخلي قرشين. فاهمين قصدي؟ فده اللي هيحصل، ان انت مش هتصرفي فلوسك كلها، لازم تسيبي ال10% او ال20% اللي احنا اتفقنا عليهم. مثلا ال10 جنيه لو خدتي منها 8 جنيه وال2 جنيه شديهم كتار عليكي، يا ستي خدي 9 جنيه وخلي الجنيه، ينفع؟ فاهمين قصدي؟ فده بقى اللي احنا عايزين نوصل له، ان احنا لازم يعني احتياجاتنا تكون اقل من الدخل، لازم يكون الانفاق، معدل الانفاق يكون اقل من الدخل، بالتالي هيبقى فيه فائض في الدخل بتاعك. ده بقى هيبقى بند الاستثمار، بند الادخار، ده بقى هيساعد جدا جدا في حياتك. البند ده بقى هتطلعيه ازاي؟ هتطلعيه ان انت تشوفي مشترياتك ايه الحاجة اللي ممكن توفري فيها. ممكن توفري في الفواتير، ممكن توفري في فواتير النت والتليفون والكلام ده كله. الباقات ممكن يكون مثلا الباقات مثلا بتهلك معاكي، فانت مثلا تجيبي الكروت افضل من الباقات حسب الاحتياج. توفري في المصروف بيتك نفسه، تدوري على الوقت اللي تشتري فيه الخضار بتاعك، بدل ما تشتري الخضار في اول النهار لو يبقى غالي، لا اشتري اخر النهار بيبقى ارخص وهتوفري. بند التوابل توفري فيه، بند المنظفات توفري فيه، كل الحاجات اللي ممكن تهلك في الميزانية بتاعتك. ابدأي ان انت ورقة وقلم وشوفي انت بتحتاجي ايه وبتشتري ايه، وبيجي عليكي وقت ممكن يفيد منك اكل ايه وما تحتاجيهوش ترميه، ما كل دي فلوس. لما ارمي طبق رز صغير قد كده عشان بقاله يومين في التلاجة محدش راضي يبصله، دي فلوس.
لما ارمي مثلا طبق خضار مثلا عشان باظ في التلاجة عشان محدش راضي يبصله، دي فلوس. حاجات كتير، فاهمين قصدي؟ فانا عشان انجح في الميزانية بتاعتي لازم يكون معدل الانفاق اقل من معدل اللهم صل عليه، من معدل الدخل، عليه يا رسول الله معدل الدخل. فده هو السر بتاع نجاح الميزانية. طب يا ياسمين انا مش بعرف، انا بقى دلوقتي هقولك تتصرفي ازاي. اول حاجة، اول ما زوجك يجيب المرتب بتاعه بعد ما تكوني بقى خرجتي ايجارك وكل التزاماتك، الايجار، الفواتير، لو عليكي مثلا اقساط طلعتيها، لو عليكي مثلا جمعية طلعتيها، هيتفضل المرتب بتاعك. المرتب ده هنعمل بيه ايه؟ لازم 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 تشيلي من 5% ل10% من بعد ما يعني من بعد التزاماتك. مثلا اتبقالك مثلا 2000 جنيه بعد التزاماتك، لازم تشيلي منهم 5%، 10% من قيمتهم. ال 2000 جنيه ال10% بتاعتهم 200 جنيه، وال5% 100 جنيه. يا ست شيلي ال 100 جنيه دي على جنب. وبعد كده المرتب اللي فاضل هنبتدي نقسمه على الاسابيع. الشهر 4 اسابيع ويومين، تمام؟ هتقسميه على مثلا 5 اسابيع المرتب على 4 اسابيع، واخر يومين نقضيها بقى اكلات من ارداحي، بواقي اكل مثلا من امبارح او اول امبارح، وهكذا. هتجيبي المرتب هتقسميه على 4 وهتحطهم في اظرف. كل ظرف هتشيليه في مكان بعيد عن ايدك، يبقى قدامك بس الظرف بتاع الاسبوع ده. هنمسك الظرف ونحط جنبنا نوت زي القمر كده، ما عندكيش حته ورقه تجيبيها، تجيبي بقى ايه؟ انا معايا المصروف كذا كذا، دولاب الخزين بتاعي فيه كذا، يبقى خلاص ده مش هشتريه. انا عندي زيت، خلاص مش هشتري زيت. انا محتاجه كذا، محتاجه سكر، محتاجه مثلا خضار، محتاجه لحمه، محتاجه اي حاجه، احتياجاتك بقى. رص احتياجاتك كده في بنود. البنود بتاعتنا ايه؟ اللي هي الفطار والعشاء، اللحوم، اللهم صل على النبي، الخضار والفواكه، المنظفات، ايه تاني؟ ايه بند تاني يا ياسمين؟ مش فاكره. المهم افتكروا انتوا بقى، هم 5 بنود على فكره. فاللهم صل عليك يا رسول الله. ارص ال5 بنود دول، وهمسك الفلوس بتاعتي وليكن 500 جنيه في ايدي واقسمهم عليها، وهمشي على كده. مشي نفسك، مشي نفسك، والله الدنيا بتمشي. اللي قدامك دي اللهم لك الحمد والشكر. انا ده داني اسبوع ليا في الشهر، بقالي اسبوعين باخد مصروف 250 جنيه في الاسبوع، واقسم لكم بالله ما بصرفهمش كلهم. في اسبوع اتبقالي 50، والاسبوع ده اتبقالي حوالي 80 جنيه. فكل اسبوع بيتبقالي فلوس بجمعهم، لان انا نفسي اعمل زي ما قلت لكم اكله سمك كبيره للاولاد، اعوضهم بقى عن الاسبوعين اللي فاتوا وكده. فانا بمشي نفسي بظروف زوجي. انا اتحطيت في موقف مش عايزه استلف، مش عايزه اطلب فلوس من حد، انا معيش غيرهم. اعمل ايه؟ امشي بيهم. ان شاء الله يا رب لو كل يوم هعمل فول، يعني هعمل لهم فول وطعميه فطار غدا عشاء، همشي بيهم. المهم لحد يخبط على بابي يقول لي عليكي وعليكي، ما مثلا اخاف اشوف الشخص ده واتهرب منه عشان ليه عندي فلوس. كل الحاجات دي بتأذي نفسية الواحد، وبتخليكي متوترة وعصبية ومش مبسوطة في حياتك، وممكن تطلع عصبيتك في زوجك، في أولادك. ما انتي بقى مضغوطة وحاسة ان كل الديون بتلحقك، والديانة زي ما بيقولوا بيلحقوكي. فانتي عشان تحطي حد للموضوع ده، سدي اللي عليكي، سدي كل القديم اللي عليكي، والجديد امشي على قده لحد لما يجي شهر نضيف كده ما فيهوش اي ديون، نبتدي بقى نحط فيه خطة. غير كده ما تعمليش. اعتبري نفسك في الشهر اللي انت هتسدي فيه ديونك ان ده شهر وقعتي فيه في ازمه، زي ما انا الشهر ده كنت واقعه في ازمه، واعتبرت شهر يعني لازم اواجهه بقوه. فانت تقفي كده مع نفسك واقفه، انا الشهر ده هسد كل اللي عليا، يا رب ان شاء الله يا رب اتبقى في بيتي 700 800 جنيه همشي بيهم، همشي بيهم لحد لما الشهر ده ان شاء الله يعدي ويخلص. الشهر اللي بعديه يبقى شهر نظيف، لا مطلوب مني ديون لحد ولا اي حاجه. ابتدي بقى احط لنفسي بنود، ابتدي اوفر، ابتدي اطلع 10%، ابتدي اخش جمعيه صغيره اللي هي باليوم، دي جميله قوي قوي. وانا كنت داخلاها مع زمايلي، والايام الجايه هقبض اسم عشان خاطر المدارس وحاجه المدارس زي ما انا قلت لكم. كل ده هيخليني اعرف امشي بيتي. لكن شغل ان الواحد العشوائيه في الصرف، وان انا اصرف وخلاص، وحاجه مش محتاجاها لمجرد ان هي عجبتني اشتريها، ده غلط.
بس كده يا حلوين. انا بطلب منكم ان كل واحد مديون اول ما يقبض يخلص الديون اللي عليه كلها ويعيش باللي فاضل. هتقولي يا ياسمين اقسم الدين على شهرين ولا 3؟ لا، خلصي نفسك باي طريقه، خلصي نفسك. لو الدين كبير قوي 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 ماشي شهرين 3، لكن لو الدين سهل خلصي الشهر ده كله عشان تبداي الشهر التاني كده على نظافه، ويبقى هو ده مصروفك. تبتدي بقى تسستمي نفسك، تحطي لنفسك افكار، احلام، طموحات، حاجات نفسك تحققيها، حاجات نفسك تعمليها. من هنا بقى هيبقى نفسك مفتوحه كده، تحس ان انت. بصوا يا جماعه، اللي بيروح شغله ويلاقي نفسه مديون هيقولك طب انا شغال ليه؟ شغال عشان استلف؟ شغال عشان ابقى مديون؟ طب ايه لازمه الشغل؟ يعني في ناس نفسها بتتسد من الشغل، تقول لك انا كل يوم بروح الشغل وبشقى وبتعب وبقعد نص اليوم في الشارع ومش عارفه ايه، عشان في الاخر اجيب مرتب اصرفه واستلف عليه؟ يبقى الشغلانه دي ملهاش لازمه. فاهمين قصدي؟ فهو ده اللي انا عايزه اطلبه منكم عشان تبقى بيوتنا مستوره وفيها البركه والراحه والرضا وراحه البال. ابعدي عن الديون، ابعدي عن الديون. بس كده يا حلوين. ربنا يسدد ما علينا جميعا يا بنات. اشوفكم على خير، فيديوهات حلوه كتير. متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك، اشتركوا في القناه، واشوفكم على خير في فيديوهات حلوه كتير. مع السلامه، باي باي.